ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا مريم ودي قناتي مطبخ الشيف مريم. شايفين الجمال ده؟ شايفين الطعامة دي؟ النهاردة هنعمل حاجة بجد روعة، واستخداماتها كتيرة ومتعددة، وكل ولادنا بيحبوها. هنعمل قالب الميكس تشيز. هنا انا جبت الساندوتش وحطيت جواه الجبنة اللي احنا عملناها عشان اوريكم جمالها وحلاوة مطتها. طلع بعد ما اتحمص. شايفين؟ شايفين المطة كبيرة ازاي؟ حاجة روعة. روعة الروعة. هنا بقى انا جبت برضو قطعت منها وبشرت، عشان ممكن بقى تستخدميها في صواني البيتزا، صواني المكرونة بالبشاميل، كل المعجنات بقى، الباتيهات، الكرواسون. يلا نقول المكونات مع بعض. هنا عندي معلقة كربوناتو ممسوحة صغيرة، وثلاث مثلثات جبنة من اللي انتي بتحبيها، وكوباية جبنة موتزاريلا، ومعلقتين كبار زبدة، وثلاث معالق كبار نشا، وربع كوباية لبن، وربع كيلو جبنة رومي، ونص كيلو جبنة قريش. وخلاص كده، مكونات سهلة وبسيطة. هنهرس بقى الجبنة القريش عشان نجهزها قبل ما نحطها في الحلة. بس نهرسها كويس عشان بقدر المستطاع ما يبقاش في اي تكتلات. تمام كده. نكون بقى مجهزين حلتنا على نار هادية، وننزل بالجبنة القريش في الحلة. اهم حاجة يا جماعة تكون النار هادية، شغلنا كله على نار هادية. بس كده. ونجيب معلقة الكربونات الصغيرة وننزل بيها على الجبنة القريش. اهي معلقة الكربونات اهي، نوزعها على الجبنة ونقلبها كويس معاها. معلقة الكربونات دي يا جماعة ليها دور مهم جدا، هي اللي بتقوم بعملية تسيح الجبنة القريش. نفضل بقى نقلب لغاية لما الجبنة القريش تسيح خالص. يمكن تستعجبوا ازاي الجبنة القريش تسيح وهي قدامنا يعني ناشفة كده. لا، هتسيح، وهتشوفوا دلوقتي بعينيكم انها هتسيح، وبدأت تسيح بالفعل اهي. نفضل نقلب عشان نوزع على الحرارة كلها، عليها الحرارة كلها. اهو بأكد عليكم يا جماعة ان النار تكون هادية. انا موطية النار خالص على اقل درجة. بالفعل فعلا بدأت تسيح اهي. برضو نستمر في التقليب لغاية لما نتأكد تماما ان كل التكتلات دابت. نستمر اهو. هنا انا جبت الكبة بتاعتي ونزلت بالجبنة الرومي فيها عشان يعني افرمها بحيث انها تبقى عاملة زي البودرة الناعمة، عشان لما انزل بيها على النار يعني ما يبقاش فيها بقدر المستطاع تكتلات كبيرة. اهو اهو بفرمها في الكبة، عايزاها تبقى ناعمة خالص اهي، بقت عاملة زي البودرة. هنا اتأكدت تماما ان الجبنة القريش ساحت خالص اهي. نزلت بالمعلقتين الكبار الزبدة ونقلبهم لغاية لما يسيح اهو اهو.
نقلبهم لغاية لما يسيحوا. اهم حاجة يا جماعة، معلش ملحوظة عايزة اقولها لكم، ان الزبدة تكون بقري ما تكونش جاموسي. ومعلومة كمان كنت حابة اقولها لكم، ان الجبنة الرومي تكون قديمة ما تكونش جديدة او وسط. هنا نزلت اهو بمثلثات الجبنة، اي نوع مثلثات انت عايزاها بقى، النوع اللي انت بتحبيه. ثلاث مثلثات الجبنة هنحطهم اهم، وندوبهم برضو مع بقية المكونات، مع الزبدة والجبنة القريش. هنا جبت بقى الجبنة الرومي اللي فرمناها ناعم خالص في الكبة، نزلنا بيهم برضو، نزلنا عليهم نزلنا عليهم، ونقلب بقى كل المكونات مع بعضها ونمزجها كويس جدا، نمزجها كويس جدا، نقلبها كلها مع بعض. ما تنسوش يا حبايبي تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واكيد تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني ان استمر معاكم. هنا بقى اتأكدت ان كل المكونات بقت امتزجت تماما وسائلة تماما. نزلت بقى بكوباية الموتزاريلا، وبرضه هقلبها معاهم واتأكد تماما انها برضو امتزجت وساحت معاهم برضو وبدون اي تكتلات في الخليط. حبايبي انا ماشية معاكم خطوة بخطوة بحيث ان كل حاجة تبقى واضحة قدام عينيكم ومفيش اي خطوة تفوتكم. هنا انا جبت ربع كوباية اللبن البارد، ونزلت عليها بالثلاث معالق كبار نشا. هقلبهم بقى كويس جدا بحيث ان هما ما يبقاش فيهم اي تكتلات، واتاكد تماما قبل ما اضيفهم للخليط اللي موجود في الحله ان ما فيهوش اي تكتلات. تمام كده. وهنا برضو المزيج اللي في الحله كله ما فيهوش اي تكتلات. جبت بقى خليط النشا على اللبن ونزلت بيه في الحله، وعلى طول اقلب بقى على طول بصفه مستمره على طول عشان ما يحصلش اي تكتلات او المزيج يلزق في الحلة. حبايبي في المرحلة دي بقى ما نبطلش تقليب خالص، لاننا لو بطلنا حتى ولو للحظات التقليب ممكن تكلكع مننا. شايفين بدأت تمط ازاي، وبدأت تدخل في المرحلة اللي هي ايه، تاخد الشكل النهائي بتاعها من المط بتاعها. بس احنا برضو نستمر في التقليب لغاية لما تتقل. اهي بدأت تسيب من الحلة وبدأت الى حد ما تاخد القوام النهائي بتاعها. نستمر برضو، نستمر لغاية لما نحس انها بدأت تتقل جدا وايدينا مش قادرة تقلب. شايفين المطة طويلة ازاي، شايفين الجمال، حاجة روعة بجد. تجربة جميلة يا جماعة، يا ريت تجربوها، وموفرة واقتصادية ومكوناتها كلها طبيعية. يعني بصراحة يعني من كل ناحية رائعة. نفضل بقى نقلب ونستمر يا جماعة، نستمر لغاية لما نحس ان يعني ايه، ان المعلقة مش قادرة تقلب بقى خلاص من كتر ما هي بقت سميكة وغليظة في التقليب. لان كل ما بتبقى غليظة كل ما التماسك بتاعها بيكون افضل واحسن. اهي كده احنا تقريبا نعتبر وصلنا
للمرحلة النهائية اللي خلاص بقى تمام كده، وصلت كده للمرحلة المناسبة جدا ان احنا نصبها في القالب بتاعنا. هنا انا كنت مجهزة قالب الانجليش كيك ودهناه بزيت عشان برضو لما تجمد ما تلزقش فيه واحنا بنخرجها منه. نسويها بقى كويس جوه القالب ونكبسها كده بايدينا بحيث انها تاخد الشكل المستوي بتاع القالب. انت بقى لو ما عندكيش القالب بتاع الانجليش كيك ده ممكن تصبيها في اي علبة مناسبة او اي قالب مناسب عندك، مفيش اي مشكلة كده تمام. هنا بقى حطيناها في التلاجة لمدة ليلة كاملة وطلعناها. بنطلعها تاني يوم عشان نقطعها شرايح. بس انا استعجلت بقى يا جماعة معلش عشان اطلع لكم الفيديو على طول، فسبتها تقريبا 4 ساعات، فما كانتش لحقت قوي تجمد قوي، بس كان المفروض اسيبها ليلة كاملة في التلاجة. فهي بتعاكس شوية في التقطيع لما ما تقعدش ليلة كاملة في التلاجة. بس نقطعها شرايح عشان لو حابين تعملوها في ساندوتشات، او ممكن بقى تقطعوها قطع وتبشروها في المبشرة للبيتزا وللمعجنات والمكرونة بالبشاميل او اي وصفات انتوا بتحبوا تدخلوا فيها الميكس تشيز. اهي قطعت منها الشريحة التانية. لو جربتوها ودقتوها هتحسوا ان طعمها قريب جدا من الجبنة الفلامنك والجبنة الشيدر، وهتنبسطوا جدا وتفرحوا جدا ان انتوا عملتوا لولادكم حاجة حلوة هم بيحبوها و... و... وتفرحوا ان انتوا اسعدتوهم وفرحتوهم بحاجة هم بيحبوها. كده وصفتنا خلصت، اتمنى تكون عجبتكم.